احنا في زمن السرعة، وفي زمن الواحدة عايزة تخلص شغلها بسرعة وما تعملش مواعين كتير وما تغسلش مواعين كتير. تمام. طيب انا هقول لك بقى ان انا عملت البطاطا دي مسلوقة ومشوية في حلة واحدة. شوفي سويها، شوفي مستوية ازاي، شوفي دايبة ازاي، شوفي زبدة ازاي، بجد طعمها حلو جدا. هتراضي كل الاطراف، اللي عاوز مسلوقة واللي عايز مشوية. هتعملي الاتنين في حلة واحدة، هتراضي الجميع. شوفي جميلة جميلة بجد، وطعمها جميل جدا. اللي عايز ياكل مشوية بقى ياكل دي، واللي مسلوقة هقول لكم برضو في نفس الحلة عملت ايه وخليتها مسلوقة. حبة مسلوقين وحبة مشويين. هنجيب الحلة بالمنظر ده، وهجيب ورقة زبدة او ورقة كراسة اللي موجودة عندك هنستخدمه. طبعا انا جبت البطاطا، اكبر بطاطاية كده في السوق، البطاطا الكبيرة الحلوة دي، وجبتها بالمنظر ده وغسلتها، وبعد كده حطيتها على ورقة الزبدة. وزي ما انا قلت لو ما فيش عندك ورقة زبدة هاتي ورقة كراسة بس تكون نظيفة. بالمنظر ده هنحط الكبيرة تحت والصغيرة هحطها فوق. تمام. وهتجيبي بقى، هتجيبي مية. انا مش عايزة مية كتير خالص، انا عايزة بس المية تبقى تحت على الورقة الزبدة بس. تمام. وتوطي عليها على نار هادية جدا جدا جدا، وتغطيها طبعا، وتغطيها بالغطا، وتهدي عليها النار، وكل شوية هتبص عليها. المية اتبخرت كلها، هتحطي مية، شوية مية صغيرين، ما تكتريش المية، هي هتستوى في عرقها. يبقى اللي تحت هتبقى مشوية واللي فوق هتبقى مسلوقة، وهتبقى بالمنظر الجميل ده. بجد تحفة، بجد روعة. هتحبيها جدا. شفتي الشوت ازاي من تحت ومن فوق؟ البطاطا اللي فوق طبعا اخده البخار بس فمسلوقه، واللي تحت طعمها بجد بجد تحسي ان هي مشويه في الفرن. جربيها هتعجبك جدا. ما شاء الله على طعمها بجد، اللي مشويه تحت دي طعمها تحفه، والمسلوقه برضو طعمها حلو قوي، لان طبعا اخده البخار بس مش اخده ميه كتير، فمهاش مهروده من قلبها. وكل شويه بحط السكينه فيها او الشوكه فيها بشوفها استوت ولا لا، وبوطي عليها خالص، وبحط لها حبه ميه صغيرين. لو لقيت الميه مفيش خالص ميه الا حاجه بسيطه، بحط كمان نقطه صغيره عليها عشان تستوى خالص. حطيت الشوكه فيها وتلاقيتها دايبه بالمنظر ده وتلاقيتها استوت بالمنظر ده، خلاص اقفلها عليها وما تبرد بقى. جميله وطعمها حلو قوي. وشكرا لكم متابعة الفيديو من اول لاخره، وجزاكم الله كل خير.